بعدها بشوية يا صاحبي شافوا فرقة يابانية نازلة الجزيرة وناويين يعملوا معسكر رقصات جوية، وفعلا بدأوا يفرشوا عدتهم. الكارثة بقى إن ألسون شافهم بعينيه وهم بيفتشوا على المركب المطاطي بتاعه اللي جه بيه على الجزيرة، وكده يا معلم اتقفلت بالضبة والمفتاح، وهما الاتنين رجعوا بسرعة على الكهف وبقوا محاصرين هما الاتنين من كل حتة والأعداء في كل مكان. وألسن وقتها خد حذره وسحب السكينة بتاعته وطلب من إنجل إنها تخلي بالها وترجع لورا عشان لو دخلوا الكهف أنا هتعامل معاهم. لكن وقتها ربنا ستر والعسكر ما دخلوش الكهف، وبعد شوية العسكر خدوا بعضهم ومشوا. ولما فضلوا هما الاتنين موجودين في الكهف بدأ هما الاتنين يحسوا بالجوع، والراهبة إنجل جابت آخرها وللأسف الأمل اتقطع من جواها، واتكلمت مع ويلسون وقالت له أنا لازم أسلم نفسي، أنا رهيبة وممكن ما يأذونيش ولا حد يقرب مني وده هيدي لك فرصة تخلع من المكان. لكن وقتها ويلسون رفض الفكرة بتاعتها وقال لها ما ينفعش اللي انت بتقوليه لأنهم ممكن يخلصوا عليكي في أي وقت، دول أعداء وما عندهمش أي رحمة وممكن يعملوا فيكي أي حاجة، ولازم نفضل مستخبين هنا لحد ما الدنيا تهدى شوية. وفعلا هما الاتنين بيقعدوا فترة طويلة في الكهف لحد الليل ما دخل عليهم. بعد شوية ويلسون طلع من الكهف وشاف العساكر اليابانية راشين خيم في كل مكان وحاول ان هو يبعد عنهم، وفعلا راح الناحية التانية علشان يصطاد سمك من البحر، بس للأسف كام عسكري بيلمحوه. وقتها ويلسون شغل دماغه وعمل نفسه جثة مرمية في المية، وفعلا العساكر بيفتكروه جثة وسابوه ومشوا. بعد كده يا زميلي ويلسون بينجح ان هو يصطاد سمك ورجع بيه على الكهف وبيحاول ياكل مع انجل، بس انجل بتقول له انها بطلت تاكل لحمة من ساعة ما بقت راهبة، وعلشان مفيش اي بديل تاني اضطرت انها تاكل، بس للاسف معدتها ما استحملتش ورجعت كل الحاجة اللي كلتها، ورغم الجوع بتروح تنام من غير ما تاكل اي حاجة. وهي نايمة نومها بيكون عميق جدا وويلسون بيسحب بالراحة من الكهف، والمرة دي نيته كانت خطيرة جدا لأنه رايح يسرق أكل من المعسكر وبيجهز نفسه وبيلطخ وشه بالسواد والطين علشان يعمل تمويه في الضلمة. وفعلا واحدة واحدة بيدخل المعسكر والجنود اليابانيين في كل مكان، وبدأ يلم الأكل والمونة اللي هو عاوزها وعباهم في الشنطة اللي معاه. فجأة مرة واحدة عسكري بيقرب من ويلسون راح جري استخبى فورا قبل ما العسكري يشوفه، وبدأ يكتم نفسه على قد ما يقدر علشان العسكري ما يحسش بيه. وقتها الموقف كان مرعب جدا واضطر ويلسون يستخبى طول الليل. تاني يوم الصبح يا برنس ويلسون انتهز ان العساكر بتتدرب وكلهم موجودين في التدريب، خطف الشنطه وطار من هناك وراح ناحيه الكهف بسرعه قبل ما حد يحس بيه. وانجل لما صحت ما لقيتش ويلسون موجود، ساعتها اترعبت وخافت عليه جدا وشكت ان هو ممكن يكون مات وفضلت تعيط وتبكي عليه. بس وقتها من وسط الشجر بيظهر ويلسون ويرجع سالم، ولما شافته فرحت جدا وفضلت تلوم فيه ان هو سابها لانه مشي من غير ما يقول لها. راح اعتذر ليها وقال لها انا مش هعمل كده تاني